يا صباح الفل عليكم. تعالوا نعمل مع بعض فطار تحفة، هتاكلوا صوابعكم وراه. هنعمل مع بعض عجة المصرية بالطريقة الأصلية يا جماعة. تعالوا نشوف يلا الطريقة. أول حاجة حطيت معلقة كبيرة كده من الزيت، ونزلت عليها ببصلاية كبيرة مفرومة. تمام كده. هبتدي بقى ان انا اقلبها كويس جدا لحد ما انا اشوحها كويس قوي، والبصلة معايا كده تاخد اللون الذهبي الحلو. تمام. بعدها اول ما اوصل بقى بالطريقه دي انزل بمعلقه صغيره مفرومه من الثوم، وهم تقريبا من 4 فصوص ل5 فصوص من الثوم. تمام كده. واقلبها بقى كويس جدا كده واشوحها. وبعدين انزل بطماطميتين كبار متقشرين ومتقطعين مكعبات. هقلبها بقى كويس جدا واسيب بقى الطماطم تتسبك معاها. تمام كده. هسيبها بقى على يعني هخفض بقى درجة الحرارة خالص واسيبها بقى ايه، الطماطم تتسبك. وانزل بقى بمكعب مرقة، وانزل بفلفل اسود وبهارات ورشة صغيرة من الملح. تمام كده. تقريبا معلقة كده صغيرة من الملح. وابتدي بقى اقلب بقى كل المكونات دي كويس جدا. تمام. بس كده. بعدها هبتدي بقى اني انا بعد ما اسيبها بقى تغلي كويس جدا. تمام زي ما قلت لكم لحد ما ايه ما تبتدي تدخل ان هي خلاص اتسبكت وتنشف الميه اللي فيها. هنا بقى هرست الفلفل الخطيره اللي انا عملتها معاكم قبل كده، هتلاقوا الفيديو على صفحتي. هبتدي اخد منها بقى معلقه كبيره وابتدي احطها كمان على الخليط، واقلب بقى كويس جدا الجمال ده. شايفين لحد ما اوصل للقوام ده تحفه يا جماعه. كل الميه بقى اللي في الطماطم خلاص يعني نشفت خالص واتسبكت وبقت ممتازه. ده كده القوام اللي احنا عايزينه. تحفه. هنا بقى هبتدي بعد ما سبتها تهدى تماما تماما مش سخنه، ضفت عليها نص حزمه من البقدونس ونص حزمه من الشبت ونص حزمه من الكزبره. تمام كده. وقلبتهم بقى كويس جدا. طبعا انا مقطعاهم ومفرومين يعني. وبعدين هبتدي ان انا اقلبهم مع الخليط. وهنا بقى نجهز بقى خليط تاني. هنحط 5 بيضات، نص معلقه كبيره من البيكنج باودر، ومعلقه وعفوا وكوبايه كبيره من الدقيق. تمام كده. هبتدي بقى اضربهم في الكبه كويس جدا. ونقدر نعمل الخطوه دي لا اما في الكبه او في الخلاط، او تقدري تعمليها عادي بالمضرب اللي هو اليدوي. تمام. وابتدي بقى انزل بالخليط. طبعا ضروري ان الخليط زي ما قلت لكم الخليط مش سخن خالص. تمام. هبتدي بقى اقلب بقى المكونات كلها مع بعض واوصل للقوام ده. بس كده ممتازة يا جماعة. تمام. هنا بقى جبت صينية مقاس 20، سخنت فيها معلقتين كبار من الزيت. يعني حطيت فيها الزيت وسخنتهم كويس جدا، وابتديت انزل بقى بالخليط بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى اخد من الزيت اللي في الجنب، اللي هو احنا كنا حاطينه في الاول، فيه بيكون زيت كده في حوالين العجة واحنا عاملينها. خدتها وحطيتها على الوش. وبعدين احط بقى على الوش شوية سمسم محترمين. حطيت بقى سمسم حلو قوي كده من على الوش. وطبعا في خلال الفترة دي انا مسخنة الفرن على درجة حرارة 200. هدخلها الفرن مش هتاخد معايا غير 25 دقيقة بس يا جماعة، وتطلع معايا في منتهى الجمال. بس كده. هبتدي بقى ادخلها الفرن، وبعدين هخرجها بعد 25 دقيقة. طبعا اعرف ازاي ان هي استوت او خدت خلاص القوام الممتاز. هبتدي اختبرها زي الكيك بالظبط. هختبرها بالستيكس، طلع نظيف كده معايا خلاص هي استوت وممتازة وتحفة يا جماعة، وطعمها حلو قوي. هبتدي بقى اقطعها بالشكل ده، وابتدي اقطعها بقى شرايح زي ما انتم شايفين كده. تمام. ومجهزة بقى عيش بلدي، وهبتدي اني انا اطلع منها. طبعا هتطلع معاكي بكل سهولة. تمام. ونعمل بقى احلى سندوتشات منها. حلوة جدا يعني وصفة لذيذة جدا. تنفع فطار، تنفع عشاء، تنفع كمان للغدا. لو انت حابة ان انت بقى تغيري مثلا ومش عايزة وجبة تكون فيها لحوم او فراخ او كده، فدي بصراحة وجبة حلوة جدا ومغذية. واحلى يعني ساندوتش هتاكليه وتغيير جدا في الفطار التقليدي. بصراحة وصفة تستحق التجربة. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد وصفة جديدة.